السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيش عائلي كيجي لذيذ وكيجي محمر. ما تشبعوش منه باسهل طريقه، اسهل طريقه بدون لحوم وبدون بدون عجن، يعني ما فيه لا تماره لا حتى شي حاجه، تيجي تماما بحال الكيك، كيجي رائع ولذيذ. نمشيو مباشره للمكونات. بسم الله وعلى بركه الله. انا غادي نحتاجو واحد المقله غتكون سخونه فيها واحد المعلقه الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت. غندير هنا تقريبا واحد 3 البطاطات شويه متوسطين مقطعين طريفات صغار وشويه د الملحه، ونخليوها تشحر على فهاد المقله على عافيه مديله حتى طيب لينا داك البطاطا وتحمر على خطرها. انا ماشي الهدف ديالنا اننا غادي نقليو البطاطا، لا خصها غير تحمر واحد شويه وتنزل هكا، كتكون بنينه احسن ما كتجي مسلوقه، ولا اللي بغى يحمرها يحمر في الفران. هنا كنشوف صافي البطاطا بدات كتعرق، بدات شويه كترخى، طبيعه الحال دائما مع التحراك. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال البروكولي، البروكولي تا هو اللي مقطع طريفات صغيورين بزاف، تا هو ما غادي ما نسلقو ما نبخرو ما والو، غادي نخليوه هنا مع البطاطا تيعرق تا هو وكيتشحر ديك زويته ومليحه وكيجي بنين بزاف. دائما مع التحراك كيف ما كتشوفوا راه بداو كيتسرخاو بجوج بدون اضافه لا ماء لا حتى شي حاجه، وكتشوفوا راه قدامكم ما كيتحرق ما والو. ما تخافوش، البطاطا راه بدات كتحمر، هذا دليل على انها بدات كطيب. هنا في هذه اللحظه هذه غادي نزيد واحد نص بصله، هذه بصله خضاريه داغي كطيب، داكشي علاش خليتها هي حتى الاخر. فص واحد ديال الثوم محكوك، بطبيعه الحال غادي نخلطوا كلشي. البصله هنا راه داغي كتنزل، الخضاريه داغي كتذوب، هي نص بصله، حيت عندي بصله كبيره. نخليو هادشي يتشحر مع بعضياتو كينزل. هنا كيف ما كنشوفوا الخضر راه هي طابت، غادي نشوفوا البطاطا مع بعضياتنا. شفتوا راه طابت، البروكولي حتى هو خلاص راه طاب. غنزيد هنا شويه الجلبانه، زلافه صغيره ديال الجلبانه اللي هي مسلوقه حتى هي في الماء والملحه، وغنديروها هنا تشحر. هاد الخضر ملي كتشحر بلا ما تسلق بلا ما حتى شي ما تبخر تجي بنينه بزاف، ما تشبعوش منها. كنديروا راس معلقه ديال الهريسه، شويه الزيتون مقطع. هنا اللي بغا يضيف الدجاج يديروا يقطعوا حتى هو طريفات صغار ويديروا مربعات، ولا اللي بغا يدير الكروفيت ولا السيرمي، ولكن الكروفيت خليه حتى لاخر اللحظه اللي كدير فيه التوابل عاد ندير الكروفيت. هنا درت شويه د الابزار، درت شويه د الهريسه، درت شويه ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال باش كنسمو. صافي طفيت عليه البوطه. هنا غادي نحتاج واحد 5 د البيضات باش نوجدوا اباراي ديال الكيش. عندي المول شويه كبير، غادي نحتاج 5 د البيضات، راس معلقه ديال الابزار، شويه د الملح شويه لان راه الخليط ديال البطاطا فيه الملحه. ندير واحد علبه ديال الياغورت مسوس، هذا تيجي واحد المذاق على شكل كريمي، تيجي مذاق ديالو زوين. ولا اللي عنده الكريم فريش ديال الطياب يديرو. نفس العلبه ديال الياغورت كنديرها حليب نفس القياس، كندير شويه ديال المعدنوس عندي في المجمد الا كان طري ديروه. غندير شويه د الهريسه او الصلصه الحاره عندي ديال الدار هذه. غادي نحك واحد شويه ديال الكوزه، صافي نخلط هذا الخليط كله مزيان ضروري باش ينسجم كلشي مع بعضياتو. هنا غادي نزيدو الطحين، تقريبا ما بين 5 حتى 6 د المعالق. نتوما غديروا على حسب المول اللي عندكم.
عندي المول ديال لي طارت، هو فاش غندير هاد الكيش. كنخلط كلشي مزيان. هنا راه درت 5 د المعالق ديال الطحين، وغادي نزيد إلا بان ليا شوية جاري غادي نزيد معلقة. يعني غير معلقة تكون عامرة مزيان. صافي بعد ما وجدنا لاباي عندك جبت المول اللي ديجا انا دهنتو شويه بالزبده ودرتلو الطحين. غنجيب غندير فيه داك الخضر اللي شحرنا. كتجي غزاله هاد الخضر بحال هكا، ما مسلوقه ما مبخره، يعني مشحره على خاطر خاطرها، كتجي بنينه بزاف. صافي كنوزعها في المول. ممكن هاد الخضر تخلطوها مع داك الخليط ديال البيض وتحطو كلشي في دقه واحده بحال بحال. صافي بعد ما وزعتها مزيان على المول غادي نفرغ داك الخليط. قبل ما نفرغ غادي نزيد شويه د الفرماج، اي فرماج عندكم في الدار. صافي كنبدا نوزع في داك الخليط ديال البيض ولا اباريا كيش. صافي كنحاول نوزع وكنقاد باش ما يجيناش بلاصه هابطه وجهه طالعه، ضروري ما يتقاد. هنا خليت واحد شويه ديال البروكولي غادي نزين من الفوق، كيجي واحد المنيضر غزال فيه. وغادي ندخلها الفران طبيعه الحال الفران تيكون سخون. وهي بعد ما تحمرات نقولش لكم الريحه اللي طالعه منها غزاله بزاف. دايره مع واحد الطويجين، طويجين ديال الكفته وواحد الشوربه ديال الخضر. اليوم ان شاء الله فطور نباتي وعصيره في الثلاجه كيبرد. هنا غادي نحاول نحلها من داك المول، باقا سخونه بزاف. صافي دابا ميبقى ليا غير بسهوله غادي نحيدها. راه كتجي سبحان الله العظيم تجي غزاله، تجي بحال الكيكه. شوفوا كيفاش جات، وكاين المذاق خيال خيال. نتوما اللي بغا يضيف اللحوم، اللي بغا يضيف حتى الطون يدير الطون، ماشي مشكل. بصحه والراحه، بسلامه عليكم.